ما تيجي نتكلم كده شويه مع بعض عن المدربين الكفء او المدربين الصفوه او المدربين اللي بما يسموا بكلاس A. انا مقتنع ان اي مدرب من الفئه اللي احنا بنتكلم فيها دي يعرف يطلع انتاجيه ولو بسيطه من فرقه ما عندهاش لعيبه جيده مقارنه بالمنافسين بتوعها، ووارد يفشل برضه وما يتحملش غلط. بس الفكره يوم ما يمشي ويجي حد تاني كمشجع او بتتفرج على الفرقه هتشوف ان كان في حاجه ماشيه صح ولو 1%. هتشوف ان هو سايب بصمه او كان بيحاول يعمل حاجه صح في اسس اتحطت كانت ماشيه صح. هتيجي بقى تبص فانت هتشوف ان في امثله كتيره قوي، بس انا بالنسبه لي التجربتين اللي انا عشتهم هما اتنين انا اتفرجت عليهم: هانز فليك مع برشلونه، جوزوالدو فريرا مع الزمالك. يعني هنبدا مع فريرا وهنختم بهانز فليك. لما تيجي انت تبص على فريرا في الولايه الثانيه مع الزمالك، هو جه على فرقه فيها تخبط اداري ومشاكل اداريه اعتقد من 2005 مثلا. يعني لما تيجي تبص على الزمالك ساعتها مقارنه بالاهلي وبيراميدز، تشوف ان الزمالك كان تحت قوي، يعني ما كانش فيه غير فرده او اتنين او ثلاثه بالكتير خالص يتسند عليهم، او ناشئين ما بيعرفوش يلعبوا كوره حرفيا، هو عمل منهم بني ادمين. لما تيجي تبص على سباق الدوري بقى فانت تشوف ان انت كنت بعيد عن الاهلي وبيراميدز. بس ايه اللي حصل؟ انت جبت فريرا، جبت مدرب كفء، جبت مدرب سوبر، بس ممكن ما يكونش من المدربين اللي كانوا فاهم اللي هم السوبر اللي كانوا بيطلبوا في كل الانديه بره، بس لما يخش افريقيا فلا، ده من اعلى الكواليتي اللي داخل قاره افريقيا كلها، اللي دخل القاره عامه. فانت جبت مدرب مقارنه بالدوري بتاعك هو اعلى منه بكتير. كسبنا الدوري من المنافس المباشر بتاعك اللي هو بيراميدز وخبطناه 3-0 في المواجهه الحاسمه اللي كانت تحسم الدوري، واحنا كسبنا الدوري وخدنا الكاس من الاهلي وموتنا كل الفرق. اي فرقه في الدوري علمنا عليها يمين وشمال. بقول لك خبطنا بيراميدز 3-0 في المواجهه الحاسمه ورحنا الاهلي في الكاس كسبناه 2-1 تقريبا وخدنا الكاس. ان انت راهنت على مدرب كفء، فانت بالتالي حصدت ده حتى وانت اقل من الاهلي وبيراميدز بكتير.